سلم اليدين. تشيرز. تشيرز. اول شيء السر انتوا الاثنين ما بتاكلوا ما شاء الله ابدا. لا ما مبين علي، انا ما باكل، ما بحب الاكل. لا ما بياكل اكل. اضرب. هاي بدي سميها، انا اعطيها اسم ثاني، الاسطوره. امبارح كنا سهرانين مع الشباب، الكل عم بيقول انه المحل اللي رايحين عليه اليوم عنده اطيب برجر بابل دوم. رح نروح نجرب ونشوف اذا الحكي صحيح. مشوا معنا. نحن هلا وصلنا على المحل، ما بيعرفوا نحن جايين مثل كبسه عليهم، رح نفوت نجرب. مشوا معنا. نحن هلا صرنا بقلب المطعم، طلبنا اكثر من نوع برجر، رح نجرب عده انواع، وكوكو اختفى ما بعرف وين هو يعني. انا ما اختفيت ليكني يا جماعه، انا موجود، بس انا فت عملت كبسه على المطبخ. اخذت انا سناك، اخذت فريكان داي سبيشال، يعني كثر حكي بدنا ناكل جعنا. هات لنا شوف ونعطيكم راينا. طيبه. نحن طلبنا 3 انواع برجر اللي هي البيكن والاو جي والترفل. الاو جي هي النورمال، رح نبلش فيها. اوكي يلا خلينا ناكل قبل ما تصير بارده. يلا كثر قول يلا. شو انت بس عم تاكل، ما اعطيتنا رايك فيها، رح تخلص وما اعطيتنا رايك، شو رايك فيها؟ صراحة قد ما طيبة ما بدي احكي، بس بدي اكل. شو الفكرة؟ اوكي يعني عجبتك؟ عجبتني الميكس كله على بعضه طيب. يعني اول شيء موضوع الخضرة مع الصوص مع اللحمة كثير عاملين ميكس حلو. بعدين اللحمة فيها تتبيلة لذيذة كثير. والخبزه بتلعب دورها. والخبزة كمان طرية بس اللحمة يعني الشيف عامل شغله فيها بموضوع التتبيل تبعها، وحتى اللحمة ضلت جوسي يعني منا كثير صح ناشفة، يعني عم تاكل مبسوط، حاسس بكل شيء، بالبهارات، بكل النكهات، كله على القد يعني بالنسبة لي على القد. هلا هيدي هي الاو جي نورمال، هلا هي لذيذة بس عم تاكل انت مبسوط ما بدك توقف، عم تكفي يعني. عرفت علي؟ وهذا رايك باول وحدة، هسه في عندك صنفين بدك تجربه. لنشوف هسه شو عندنا. ولا رح نبلش نحن بالبيكن. هي شو هي؟ شيء ناهي يعني، شيء فاخر. لذيذة. هي البيكن شيء بالنسبة لي واو يعني واو. أنا مع الأوجي هلا هيدي واو. لا أهم من الأو جي فعلا عن جد، أهم من الأو جي. وفيها كمان حتى بصل محمص صغير، وفيها بيكلز وفيها الخس مع الصوص الليلة عاملة الخيار مكبوس. خيار مكبوس. ما فيني احط اي تعليق ثاني، ما فيني اعطي اي ملاحظه. تعليق بسيط انه ما عم تاخذ معنا البرجر اكثر من دقيقه مع طيبه ورا بعض. عم تخلص. اضرب ورا بعض. لا عن جد كثير طيبه.
تعال هون على المطعم وطلب اللي بدي برجر البيكن شي واو من واقف شو بدي اوصف لكم اياها. بدك تيجي لهون وتجربها لحتى تعرف احنا كيف شو الفكره بنوصل لك اياها. هلا رح نبلش بالترفل. انا وكوكو هي اول مره بنجرب الترفل بحياتنا، ما عارفين شو ناطرنا، خلينا نبلش فيها ونشوف. شوف الصراحه انا شوي مثل ما بيقولوا متردد، هي اول مره بجرب هيك صوص وكثير بسمع عالم مجربينه. ما انه مترددين بس احنا ما عارفين شو ناطرنا، وهي كانت نصيحه الشيف. تمام. الشيف نصحنا قال دوقوا الترفل عنا شيء على العالم، فرح نبلش. لا نشوف شو ناطرنا. قول يا رب. شيء هيدي ما بدها لقمتين، هي من لقمه وحده بتحكي عن جد واو كتير. يعني نصيحة بمحل، هي نصيحة الألف. يعني عم اقول واو يعني نصيحتي للشيف فيها انه نجربها وما بتخاف من الصوص. هو له نكهة ثانية بس كتير طيب. هذا الترافل صوص عاطية طعمة فوق الخيال للبرجر. اخذها لخير مرحلة ليه؟ يعني هاي بدي سميها، انا اعطيها اسم ثاني، الاسطورة. حتى ما رح اقول شو هي مكوناتها، خليها مفاجأة للي بده يجرب، ما رح نخرب المفاجأة تاعتها. بس عن جد يسلم على اليدين، تشيرز. نصحنا فيها الشيف بس كنا مترددين، بس قلنا لا هي على كفاءة يجربوها، هي غير طعمه. يعني عن جد نطلع من العادات، نطلع من التقليد انه برجر عاديه بيكن او تشيز برجر. هيدي ترافل برجر شيء ناهي. نحن هلا خلصنا اكل المطعم شوي معشوق، بدي احاول اخذ دقيقه او دقيقتين اذا بيعطيني من وقته الشيف لاساله عن سر هالنكهات بالبرجر. معي هلا الشيف ماركو المسؤول عن المطعم والشيف هون. يعني شو سر النكهه بالبرجر؟ اول شيء السر انتوا الاثنين ما بتاكلوا ما شاء الله. لا ما مبين علي، انا ما باكل، ما بحب الاكل. لا ما بيعمل اكل. السر هي من الخبزه، اللحمه، 3 انواع لحمه بنستخدم، شويه بهارات، الصوصات كلها شغل ايدنا وكل شيء فريش. يعني شفتوا شلون عم نعمله؟ اوكي. كله اول باول بنعمل فريش. اوكي. يعني انا سمعت عنك لقب هون بابل دور بسموك الشيف البلدوزر. كيف اجى اللقب من وين؟ من وين؟ بشتغل بالاكل من 2 3 لانه هيك مبين كثير كبير. عرفتوا القصه؟ شوي سريع وهمشري بالشغل. ايه كمان تدريبتي على ايدين شيفيه عن جد كانوا كبار. اوكي. وهيك وبحب الاكل والشغل يعني. هلا شايف؟ لا مبين البركه مبين. هلا انا جربت عنده البرجر وجربت انا سناك واحد اللي بحبه انا الفريكن داي سبيشال. ما بعرف عندكم شيء ثاني عن المنيو؟ طبعا في البطاطا طازه كمان بنقطعها بنغسلها فريش، بنعملها وجبتين، شيء تشميع وشيء نهايه. في عندنا شيء اسمه لودد فرايز، هي وجبه امريكيه هي بالاساس، بس كمان هلا عملناها شوي على هولندي، بالاضافه للستاكات الهولنديه التقليديه. اوكي. اعطينا عنوان. العنوان الشارع برينكلان اي. برينكلان اي بعتقد. هذا هو. انتوا تعالوا هون على ابل دون واسالوا على اشهر مطعم برجر بابل دون، فورا بدلوكم. او ماركو هيد فريتر لوكال، او اسالوا عن الشيف البندوزر بدلوكم. ايه حبيبي. شوفوا لنا يا واقف على الاطلال. صراحة منظر حلو كتير يعني المنظر. تركنا من المنظر الحلو وتفضل اعطينا رايك على الغداء. هلا صراحة الشباب ياما عاملين فينا مقالب وقايلين لنا على مطاعم تطلع اخر شيء مطاعم نص كم. نرجع على البيت بنقلي بيض وبنتغدى. بس هيدي المرة كل شيء حكوه طلع مزبوط عن جد. برجر معمول صح.